ديت الخراطيش اللي بيبقى فيها دايما اسماء الملوك. وليه بقى اتسمت خرطوشة؟ اتسمت خرطوشة عشان العلماء الفرنسيين لما جم يبحثوا عن الاسماء لقوا ان الشكل البيضاوي اللي جواه اسم الملك شبه الخرطوشة، فكل ملك كان له اسم ملكي وكان له اسم طبيعي. الرعامسة مثلا كان ده الاسم الملكي بتاعهم. نتفرج مع بعض بقى على ايه؟ على المشيعين على قد ما اعرف. لكن لو نزلنا في اللوحة الواضحة ايه؟ بيقول لك اللي بعدها مليان. وماله، هنروح وهنصور وهتخرج. بصوا طبعا جسم انسان بوش بقرة وتحت ابن آوى، وابن آوى ده اللي هو أنوبيس حامي المقابر والأصلة المصرية، المعبودات أو النترس القديمة، نتر. تمام. المشيعون أو الراقصات أو النساء. في صورة بقى عايزين نوضحها تحت هي اخواننا، لازم اللي تحت دولت تقريبا كده اللي هينقتلوا او هيندبحوا احنا هنلاقيهم على الصفين من الجدران. لا هي واضحه كده. وهم بيقدموا هنا لاسد ياكلهم. فمعناها ان الملك ده يعني مش قادر اوضح، مش قادر افكر كويس، بس ممكن نقول ان الملك ده قدمت في عهده قرابين بشريه، او انه حارب ناس فاثرهم، فدولت اللي هيقادوا معاه للعالم الاخر كعبيد غصب عنهم. ودي المركب الملكيه. ونيجي بقى المنظر من المناظر الرائعه، المركب اللي المفروض انها بتنقله للعالم الاخر ويقدمها الاله، لكن انا مش عارف الصوره ليه دي اتعملت مقلوبه الصراحه. طبعا الأصلة المصرية أو الأفعى المصرية كبرى. هوريكم برضو نفس الصورة من هنا، بس هو هنا بيقدم الصولجان، وهنا انتوا عارفين على وجه الصقر أو على رأس الصقر التاج إله رمز الشمس، وهنا التاج بتاع الأرض. فعلى اعتقادي الشخصي ابن الحلال اللي قد كده صغير نقدر نقول ان هنا بيمثل العالم. اللوحة اللي قدامنا بتمثل العالم الطبيعي، واللوحة اللي ورانا بتمثل العالم ما بعد الارواح، والشكل اللي هناك امتداد للآلهة نوت هو برضو العالم الطبيعي وعالم ما بعد الارواح.